هي ليه الصيد باللنسة مهم؟ أولا هو بيزود خبرتك في قراية البحر وقراية تصرفات السمك، بتشغل مخك وبتشغل قدرة الإدراك عندك وحاسة التركيز وأنت بتصطاد باللنسة عن المكنة. أنا مش بقلل من صيد المكنة أو القصبة، دي ليها متعة ودي ليها متعة، بس أنا بحاول أشرح لكم مميزات اللنسة ببساطة كده. زي ما اللي بيسوق عربية أوتوماتيك وعربية مانيوال، اللي بيسوق العربية الأوتوماتيك معتمد على التكنولوجيا والحساسات والسنسورز والكاميرات والشاشات، عكس اللي بيسوق عربية مانيوال بيعتمد على مخه وعلى قراية الحسابات وقراية المسافات، وامتى يسقط نقلة وامتى ينقل وامتى يدوس فرامل، وبيحفظ ابعاد العربية عشان لما يجي يركن. فانت خبرتك بتزيد تمام من اول ما بترمي الخيط في المية، مخك يشتغل، عمق اللي انت نازل عليه بتبتدي تحسبه على ايدك وانت نازل، تبتدي تعد، تنزل القاع مخك بيتقلب زي الرادار، تبتدي تقرا من حاسة اللمس على ايدك، تبتدي تعرف اذا كان في تحت رملة ولا صخور ولا شعب. بعد كده مجرد ما العكة بتضرب معاك تتحول جذريا من حالة الهدوء تفاعل كبير مع السمكة، وتبتدي تحارب السمكة والأدرينالين عندك يبتدي يعلى، وتبتدي تقرأ تصرفات السمكة في الشد والجذب والمقاومة بتاعت السمكة، فتبتدي تعرف تقدر تحدد نوع السمكة اللي تحت ايه. ومع الخبرة تبتدي بعد كده تعرف الطريقة المناسبة اللي انت هتطلعها بيها. فعشان كده صيد اللينسة مهم، وخصوصا في البحر الأحمر. ممكن اللينسة تكون بديلة معاك في الشنطة حتى لو مش هتستخدمها احتياطي، في حالة لا قدر الله لو القصبة أو الماكينة حصل لهم حاجة وانت معكش غير مكنة وبوصة واحدة، ففي الحالة دي على طول بتجيب اللينسة بتاعتك وتبتدي تشتغل بيها وتقضي يومك ورحلتك ما تبص عليك. فانت لازم تبقى عارف ازاي بتصطاد باللينسة، لكن لو انت ما بتعرفش هتبتدي تعاني وممكن تعكنن عليك الرحلة في حالة اعتمادك على القصبة والماكينة بس وحصل لهم حاجة.